هنتكلم النهارده عن حاجة من الحاجات الصعبة جدا واللي بتضايق ناس كتير جدا، وهي دهون البطن السفلية. الحقيقة ان دهون البطن السفلية او تراكم الدهون في البطن او الكرش ده من الحاجات الصعبة جدا التعامل معاها، وبتحتاج وقت طويل وبتحتاج صبر في التعامل معاها. لكن في بعض الحاجات وفي بعض العادات اللي لو حافظنا عليها هنقدر نتخلص من دهون البطن السفلية دي بشكل فعال. اول حاجة ان دهون البطن السفلية دي يعني مقاومة انسولين، وبالتالي لازم اتخلص واقلل مقاومة الانسولين اللي في الجسم بتاعي. اصلا علامة من علامات مقاومة الانسولين هي تراكم الدهون في منطقة البطن، وبالتالي لازم اخد الخطوات بتاعتي ان انا اتخلص من مقاومه الانسولين. كمان دهون بطن سفليه يعني سكر ابيض، يعني عصاير، يعني مياه غازيه، وبالتالي الحاجات دي كلها لازم يقل استهلاكها ولازم نمنعها خالص عشان نقدر نتخلص من دهون البطن السفليه. كمان دهون بطن سفليه يعني دقيق ابيض، يعني مخبوزات، يعني معجنات. الناس اللي بتروح تنسى نفسها كده قدام الفرن الايطالي ممكن تاخد المعجنات دي تاخد كيلو وهي مش حاسه. كل الحاجات دي لازم تقف ولازم نستبدلها بالحاجات الصحيه، زي الحبوب الكاملة، زي عيش القمح الكامل، وزي الخضروات، وزي الفاكهة، وخصوصا الفاكهة اللي سكرها قليل. بلاش ناخد الفاكهة برضو اللي سكرها عالي شوية. كمان دهون بطن سفلية يعني زيوت مهدرجة وسمن صناعي، وبالتالي لازم الحاجات دي كلها تقل ونستبدلها بالحاجات الصحية، زي زيت الزيتون وزي الأسماك الدهنية اللي بتحتوي على الأوميجا 3 اللي هي السلمون والماكريل والتونة. وكمان المكسرات من الحاجات اللي بتحتوي على الدهون الصحية، وبتدي أثر فعال جدا في التخلص من دهون البطن السفلية. كمان دهون بطن سفلية يعني سهر ولخبطة في النوم، وبالتالي لازم أظبط معدلات نومي وأحافظ على معدلات نوم مناسبة، على الأقل 7 ل 8 ساعات ومن نوم من جودته كويسة. كمان دهون بطن سفلية يعني احتاخ على الكنبة كده وعدم حركة، وبالتالي لازم أحافظ على الحركة والرياضة، وخصوصا تمارين المقاومة. حتى لو أنا مش هقدر أروح الجيم وألعب أوزان، ممكن ألعب تمارين المقاومة دي في البيت، وفي قنوات كتير جدا وناس كتير جدا على النت بتعرض التمارين الرياضية اللي ممكن نعملها في البيت. لكن حاول تعمل التمارين السهلة علشان نتجنب الإصابات. كمان في بعض الحاجات اللي ممكن تعملها في الاكل بتاعك، ان انت تحافظ على البروتين في الاكل بتاعك. الهاي بروتين دايت ده من الحاجات اللي بتساعد الجسم على انه يتخلص من الدهون البطن السفليه. كمان ممكن تجرب حاجه زي اللو كارب دايت، ان احنا نقلل الكربوهيدرات، او اللو جلايسيميك دايت اللي هو بيتجنب فيه الحاجات اللي هي المؤشر السكري بتاعها عالي، زي مثلا العيش الابيض وزي الرز الابيض وزي السكريات والعصاير، ويستبدلها بالحبوب الكامله والخضروات. كل دي حاجات لو انت حافظت عليها هتقدر تتخلص من الدهون البطن السفليه بشكل فعال. لكن زي ما قلنا دهون البطن السفليه محتاجه صبر في التعامل، ولازم تحافظ على العادات الصحيه دي وتحافظ عليها بشكل يومي علشان تقدر تتخلص من دهون البطن السفليه دي. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير.